لزكا، بن لادن، صدام وداعش هي بعض الأسماء التي تطلق على كباش المصارعة، والتي أصبحت أسعارها خيالية، حيث يراهن فيها البعض ويستثمر فيها مربوها ليحولوها، وهي التي لا حول لها ولا قوة، إلى أسود ضارية تتصارع حتى الموت إرضاء لرغبة أسيادها من البشر. كاع وربح سوي كومبا، ربح الروسي بوباي وبوم ديالنا شامبيون تاع الجزائر، وعطاونا 84 مليون. عندنا الكبش هذا الخروبي عنده عامين هو هنايا، هذا مربوط عامين كان عندي، نقصروا في الحومه بيناتنا كومبات وكذا، منا داير 15 كومبا كاع غانيو، وحنا شغل قصره تاعنا حنايا، حنا وصحاب بلوات، صحاب لوساندي، ليفي، لا مونطان، يجوا لينا نقصروا يجيبوا لنا كباش. على كل حال هذا الكبش راكم تشوفوا فيه، الكبش اللي جابوه له لهنا غلبوا. ورغم تعلق الجزائريين من كبار وصغار بمصارعة الكباش، إلا أن الكثير تدارك خطورة هذه اللعبة على الأضحية، وشعر بلا إنسانيته من خلال تعذيبه للكبش، كما أثر فيه موقف الشريعة الذي منع هذه الممارسات، وبذلك تراجع الكثير مؤخرا عن ممارستها. ماشي مليحة، ماشي عادة تاعنا هذه، هذا الدين تاعنا ما يقولناش، ما كاش هذه مصارعة تاع الكباش، كيفاش جايبينهم للعيد يضحوا بهم. الانسان كي يشري اضحيه ولا باش يعيد بها، ماشي باش يدير بها الدقه. كاين ما نحبش الدقه باسكو هذا الشيء حرام وربي ما يتقبلهاش، وحنا نشروك باش نتقبلوا بهم، نتقربوا بهم من ربي. تبقى الدقه ممارسه غير لائقه بتعاليم الاسلام، وصعب التخلص منها كونها اضحت الهاجس والمرض الذي اصيب به كثير من الجزائريين.